كابتن ميدو، لا بجد يا كابتن انت بتعيط؟ قول ما تتكسفش، انت بتعيط بجد؟ كابتن ميدو زعلان جدا 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 ومستاء من اداء الزمالك قدام الاهلي، وبيقول لك ان الزمالك كان بيلعب بدون خط نص قدام الاهلي. دلوقتي كابتن ميدو بيلوم على اسوريو اللي هو جايبه المفروض، او امير مرتضى. المهم ان ميدو دلوقتي موجود في منصب ما في نادي الزمالك، وهو مسؤول برضه عن اسوريو. كابتن ميدو بالله عليك بجد ما تزعلش، زعلك غالي علينا قوي بجد والله. اوعى تزعل. ماتش عادي، ماتش في الدوري، هو اصلا تحصيل حاصل يعني، لا كان هيقدمك ولا كان هيأخرك. هو بس كل الفكرة ان هو قضى على اي اكاذيب انتوا مستعدين تقولوها بعد هذا الموسم العظيم للنادي الاهلي. انتوا كنتوا ناويين على موسم كده، انت فاهمني، على كلمتين حلوين كده انتوا مجهزينهم بعد ما الاهلي يحصد كل الالقاب الموسم ده. فانتوا مجهزين كلمتين خصوصا لو كان الزمالك كسب النهارده، ولكن الحمد لله كولر قدر ان هو يقضي على اي اكاذيب انتوا كنتوا ناويين تقولوها. واوعى تزعل يا كابتن ميدو.